السلام عليكم. ابيع له. لا انا اللي هبيع له. انا اللي هبيع له. انا ثاني بس. شوفوا بس. طب انا هوريه لك. استنى ثانيه والله ما ايوه كبيره شويه. معاه بطاقه. بس اللي بيخش المكان لازم بطاقه. اللي محتاج للزبون يا عم. انا اللي محتاج قمصان كتير وبيبص على قميص واحد. هبيع له يا محمد. انا اللي هبيع له. يخش احمد ريحته مش حلوه. عاوز ايه؟ انا نسيت انا عايز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورجعنا النهارده في فيديو جديد. يا جماعه النهارده احنا بنصور في محل ملابس فكرة برانكي كامله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت وشير. استنى كل جديد كل اثنين وخميس الساعه 9 ومن غير حوارات كتير يلا بينا نشوف الفيديو. اتفضل يا باشا. طول اليوم ما اشتغلتش 5 سنين اهو. وانت كل زبون تخش تقعد تقول لي سيبني ابيع له. يا عم انا بس الزبون. تعالى بس يا صاحبي. يا عم سيبني انا ليه؟ يا عم سيبني انا ليه الزبون؟ انا اللي محتاج للزبون. يا عم انا اللي محتاج له. يا باشا مش لا انا اللي هبيع له يا محمد. انا اللي هبيع له يا عم. انا اللي هبيع له. مش هينفع والله. لا انا اللي جايب لك. محمد ده تبعك مستنيك بره. بس هقول لك هجيبها. هقول لك مش هينفع خالص. يا عم ما بعناش النهارده خالص. عايزين بس نستفتح بالله عليك. قميص ولا بنطلون ولا جاكيت ولا جرافطه اللي انت عايزه. شورت ولا فانلة. قميص ولا كلوت. اللي انت عايزه يا باشا تحت امركم. عاوز ايه؟ انا نسيت انا عايز ايه. انا عايز تيشيرت. عايز تيشيرت؟ طب احلى تيشيرت يا باشا. بص انا اللي اجيب له. لا سيبني انا اجيب له بالله عليك. انا اجيب له انا. معايا طقم تيشيرتات. بص شفت الطقم اللي انا قايل لك عليه اللي هو السبعه. ماشي اتفضل. ايه يا عم ماشي ما فيش حاجه يعني. ده اللي هو انت فاهم. انا مش قصدي حاجه والله. انا مش قصدي حاجه. انا قصدي اللي هو عادي يعني. نشتري يعني ولا نمشي؟ اداك اللي انت عايزه. انت صاحب المكان وانا تحت امرك وما اقدرش ازعلك يا باشا. نشتري حاجه في عمال يشدك وده يقول لك تعالى. ايه يا عم معلش تعالى يا استاذ عمرو بعد اذنك. انا اللي هبيع. لا انا اللي هبيع يا عم بالله عليك. انا اللي هبيع يا عم. لا انا بالله عليك. انا اللي هبيع له. انت عاوز ثانيه ايه؟ واحده. انا عايز اتفرج يا حبيبي. خد بالك يا عم. طب هو ايدك تعمل تشتغل ايه؟ حقك ما هو حقه يعمل كده. ما احنا برضه واقفين. ما بعناش النهارده. عاوزين نبيع يا عم. عم بتاع الناس تحكوا كلكم يا عم. بالله عليك سيبني انا اللي ابيع له. بالله عليك سيبني يا عم. بالله عليك ابيع له انا. ابيع له لا ابيع له. مش هينفع والله يا عم. مش هينفع. انا عايز اشتري. لازم تشتري. دخلت المكان تشتري. وانا دخلت. هو تدخل الحمام زي خروجه ولا ايه؟ مش كلها بتاكل لبان ضخر يعني. بقول لك يعني معلش. نعمل فيك مقلب والكاميرا هنا اهي. وشوف انت محتاج ايه واحنا على الاثنين. محتاج احنا تحت امرك. كريم احمد العجواني احلى محمود في الدنيا. السلام عليكم. مؤاخذة صح. معلش. المكان بتاعكم ده ما بيتزايدش ولا ايه؟ ما بيتزايدش. ده كان هيوقعني. ايوه ماشي. مصعب ازيك عامل ايه؟ تمام؟ عندي مناسبة كده. امسك كده. امسك كده. والاول الحاجه عندكم عامله كام؟ يعني حاجات 250 حاجات كده. 250. بشوف الزرار في ايه حضرتك؟ مش لا عادي. اتفضل. لا لو في مشكله اصل حضرتك امسك كده. اصل حضرتك بتبص له وبتبرق. لو في مشكله توكل على الله. لا يا باشا اتفضل. طيب ماشي. ده عامل كام؟ ده 150 جنيه. وده 150. وده 150. يعني اي قطعه منها ب 150. طيب مش علقهم كده وتعالى. ده بقى بص حاجه جميله قوي. ده 350. ده 350. طب اللي هو عايزه. ماشي وانا رايح معاه. ماشي. قلت لك في فرحتين هياخدوا. امسك كده. انت عايز صور ايه؟ ثواني بس. شوفه بس. طب ما انا هوريه لك. استنى. هجيبه انا. هشوفه انا. ما انا هوريه لك عن اوراق اهو. طب انا هشوفه بالمكان. طيب هشوفه بالمكان. هو الزبون دايما على الحق صح؟ بس انا ما فيش علامه بتاعتي. لا عادي والله. مش هو ده مقاسه كام؟ ده مقاسه مثلا لارج. مقاس لارج؟ ايوه كبيره شويه. لا مع الرج ده مش هيجي على مقاسي. معلش اتفضل. معلش. طب بص مش شرط لبس. مش شرط. بجيب من حته ثانيه. هجيب من حته ثانيه وخلاص. انت تجيب من حته ثانيه. عشان حاجاتنا مش عاجباني. ماشي حبيبي يا ريس. والله مش عايز. يلا خلاص طيب. خلاص يا عم. عنده قمصان كتير وبيبص على قميص واحد. والله على فكره الطاقه اللي انت بتنادي عليه بقالك ساعه ده تمام. هو اللي قايل لي اعمل فيك مقلب بصراحه. واحنا في كاميرا معانا هنا كان مستخبيه ناحيه البورصه بتاع الملابس.
احنا اسفين بتاع صاحبك والله العظيم هو اللي قال لي اعمل فيك المقلب بصراحه، هو كمان مستخبيه في البروفه اهي. حقك عليك. فكره طه صاحبك هو اللي قايل لي ان انا اعمل فيك مقلب. اه صاحبي ما تجيش منه ولا المصايب. ما تزعلش اهم حاجه مننا. لا يابا عادي ان غلطه زي دي. عادي يابا. زبون انا اللي هبيع له. لا انا اللي هبيع له. انا طول اليوم مش كل ما يجي زبون تعالى يا صاحبي اما ابيع لك يا صاحبي. تعالى يا صاحبي اما ابيع لك معايا. اصل انا طول اليوم بيقطع عليا في الزبون. كل ما زبون يخش كل ما زبون يخش يحرمق لي. انا اللي هبيع له. يا عم صاحبي انا اللي هبيع له. انا اللي هبيع له. ما عادش مش كل زبون يجي تقوم تاخده منه. معلش انا اللي هبيع له. ما بطلعش تيست انا معفن. هاتوا من اهو معلش بعد اذنك سيبني انا اللي ابيع له. يا عم سيبني انا اللي ابيع له بالله عليك. يا عم سيبني انا بس والله العظيم انا اللي عايز ابيع له معلش. تعالى يا صاحبي ما تقفليش بقى. ما تقفليش عشان ما ازعقش للزبون. ما تقفليش. اصل هو كل مره بيجي كل مره بيجي هنا تمام يوم داخل محرج مع الزبون يعمل الجو بتاعه وبتضايق. تعالى يا صاحبي تعالى. ايه رايك؟ اتفضل واللي انت عايزه كله انا تحت امرك. تحت امرك. انت معاك فلوس تحسب الاول ولا تضحك على ايه؟ ده ب 150. لا غالي. طيب ماشي. تعالى يا باشا تعالى بس انا اقف عشان اتكلم معاك. تعالى بس عشان اقف اتكلم معاك. تعالى والله يا صاحبي عشان ابيع لك معلش. تعالى معلش. يقعد يحرمق اهو. مش هيشتري. تعالى يا صاحبي بالله عليك. تعالى شوف انت عايز تشتري ايه؟ انا عايز شورت. عايز شورت؟ تعالى عندي بتاع. لا قسم الشورت مش تبع صاحبي روح معايا. قسم الشورت. تعالى يا صاحبي هات له الشورت هنا عشان يشوفه. ايه رايك يا باشا؟ تعالى يا باشا اتفضل. ماشي. لا حلو في الجوده. جيب لك الوان ثانيه. والله معفن ما بحط ريحه لسه ما استحملتش. الريحه صعبه. مش كده ما بيسمعش. معلش بس تعالى بس بعد اذنك. تعالى بس معلش شم كده احمد ريحته مش حلوه صح؟ لا يا عم الراجل اهو حلو. مقبول يا عم. مقبول حلو. انا اشم الراجل ده صاحبنا تمام وبيحبنا تمام. يا عم اسمع هو ده اللي انت قلت لي عليه يا نهار اسود. على فكره اخوك بيعمل فيك مقلب وهو اللي قايل لي انا اخويا يجي دلوقتي وغفله في مقلب تمام. عايزك تروشه والكاميرا بص هناك اهي. مقلب بصراحه والله عمال اقول لاخويا انا معاك كنتش زعلان. مين؟ اللي حصل يا عم والله ما عندي دم خلاص كده يا صاحبي خلصنا فيديو النهارده. شكرا بجد ليك عشان كملت فيديو النهارده. ولو ما كملتوش برضو شكرا ليك. طبعا يا جماعه الناس عارفاني محل الشعبيه امام الصياد بجوار شركه فودافون. محل دي اند بي وموجود محل تاني على الشون بتاع اسفل الكوبري اسمه براند امام عصاره الدعوه. المحل التاني ديزل امام شركه البدوي مع الصياد وابو احمد. يا جماعه ابو سلمى يشكر بجد اللي هو سمح لنا نصور في قلب المكان ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.